بالنسبه للاضاءات الاماميه زي ما انتم شايفين، بصوا الاضاءات حاجه في منتهى الشياكه والجمال، حاجه كده بصراحه. هوندا دايما عودتنا ان هي بتعمل تحفه فنيه. الطبيعي في شهره هوندا في مصر الاف 4 اي، زي طبعا اللي هناك ده اللي عمر راكب عليه زي ما انتم شايفين كده. تمام. هجيب. طب بالنسبه لحمدي زي ما انتم شايفين كده، بصوا. تمام. ده ده اقدم هوندا، او اقدم شكل كان مودرن نزل لهوندا من اف 4 اي. ده طبعا انجكشن، حاجه كده برضو. ده كان معروض للبيع بس خلاص اتباع. مش اتباع، ما اتباعش. وفي برضو 2002 زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، وفي الاول والاخر البايكات حالات، حالات. ما اتباعش. لا والله. طب يا جماعه عشان هم ضحكوا عليا، اللي عايز الاف واي ده برضو يقول لنا، حط لي تحت في الكومنت، وان شاء الله لو انت عايز حاجه اف واي اهو، واحده ايه لونها احمر. حلوه دي يا عمر، ها؟ طبعا انت واخد وضع السواقه على طول. سيرفيس فيديو معاك. وهنا الناحيه الثانيه ده الاسود من برضو شركه هوندا اف 4 اي. ثلاثه اهو، واقفين ثلاثه، بس طبعا ده برنس تاني خالص، حاجه مختلفه كده تماما. نقفل كده عشان البطاريه. ايه بقى موجود في المعرض زي ما انتم شايفين كده؟ سكوترات الالكترونيك زي ما انتم شايفينها. عندك هنا حاجه كده ياماها ريدر 1900 سي سي. عندك هنا تي ماكس 2016 كي لسه زي ما انتم شايفين، حاجه تحفه ما شاء الله، الله اكبر، برضو في معرض ايزي بايكر. عندك بقى السي بي 650 اف، حاجه برضو محترمه جدا. عندك بقى الحته الالف الحلوه دي. وعندك طبعا غازي قادر سكوتر الكترونيك. تمام. وعندك هنا برضو سكوترات الاوزي الصغنونه دي الكترونيك. وعندك برزيليا اللي جوه اهو. وعندك هنا احمد علاء، اللهم صل على النبي، اخويا، اخويا، زي ما انتم كده شايفين. وزونتس. وعندك الجي كي. وعندك كده الكهرباء. وعندك جيدا 250 سي سي. وعندك الاس. وعندك الفي ال ام. لا يعني في شويه شغل حلوين. اي حد عنده اي استفسار طبعا يقدر يتواصل على ارقام التليفونات. وفي بقى شويه ماسكات كده حلوه كده. بصوا الكلام. في بقى ماسكات قماش، وفي ماسكات، وفي ماسكات دي ده. اوكي. عامل بيسوق لنفسه، ها؟ ماشي. ماشي زي ما انتم شايفين كده. اتمنى بقى ان انا اكون. صحيح يا جماعه، في حاجه مهمه جدا، تعالى وريها لنا بس. تعالى لو سمحت. اتفضل يا فندم، اتفضل بعد اذنك. ده بصوا، بصوا، ايزي بايكر ده كده. الهودي ده جامد بصراحه، عجبني. تعالى ورينا بس الكفر بتاع الايد. في اختراع هنا حلو كده. وريني كده صاحبي بقى. لا امسك دي بقى، ولا ماشي قول. لا انا مش انا هو انا هتكلم. اتكلم بقى. هتكلم وري ايه؟ الناس، وري الناس. ده كفر للايد. ده كفر. قول لنا بقى ليه. ده كفر لحمايه كمل كمل. ده كفر للايد موجود في معرض ايزي بايكر. ده كفر للايد. اوكي. ده كفر للايد بيحمي الرياح والميه. مش 100% برضو، لكن هو بيحمي. عشان هو بيحمي الرياح فاكيد بيحمي الحراره، ايدك مش بتعرق. لكن في نفس الوقت بيحميك اللي هي ايدك ما تبقاش تلج في الايام الصعبه. طب ممكن يا عمر بس تورينا بيركب ازاي؟ يعني مثلا لو جينا على الهوندا ده تقريبا بص وبتركب كده. وريني. ها. جت معاك؟ ها. طب امسك عامة بقى. متركب على الفي ال ام. اصلا ماشي، بس هو انا راكب كده عادي اهو. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين، ايدي اهي جوه جوه. وانا حاسس بدفى اصلا من دلوقتي، وعايز اقول لكم ده اصلا عندها بتشتي بره. فركوبته سهله جدا يا دوبك. هو سكوتش كده من الناحيه دي ومن الناحيه دي، ومقاسه يركب على اي حاجه. يعني بصوا ده بايك كبير على فكره، ومش يعني مش عامل اعاقه لايدي خالص. زي ما انتم شايفين كده، بصوا ما بيعاقش خالص حركتي في ايدي خالص. تمام. وحافظ ايدي. الكفر ده بيركب على معظم السكوترات والبايكات، بس هنا في ايزي بايكر هيوفر مقاسات تانية لو السكوتر بتاعك او البايك بتاعك مختلف عن المقاسات دي، او مش هيركب عليها. بس هو مفيد جدا. وعايزين طبعا حاجه من الكفر دي، وعايزين تعرفوا اسعارها، هسيب لكم طبعا الرقم بتاع ايزي بايكر، تقدروا تتواصلوا مع المعرض بكل سهوله وببساطه. دي كانت كده ايه معلومه على السريع. سلام.